احنا عملنا كذا فيديو قبل كده عن التدخين والروماتويد، بس طريقة تبطيل التدخين انا شفت طريقة مبتكرة علمها لي برضو احد المرضى، وهو ازاي يبطل التدخين. حبيت احكيها لكم النهاردة يمكن تساعد مرضى تانيين على انهم يبطلوا. النهاردة هكلمكم ازاي توقف التدخين لو انت مريض روماتويد. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. المريض ده كان صريح جدا مع نفسه، قال لي انا مش قادر ان انا اوقف التدخين بناء على ارادتي. حاولت كتير وبعد ما ابتدي اوقف اضعف وارجع تاني اعمل المعصيه دي. وما تزعلوش مني اخواننا المدخنين من كلمه معصيه، لان هي الحقيقه هي معصيه طبعا. الدراسات كمان بتقول ان التدخين من ضمن العناصر المهمه جدا اللي تخلي الروماتويد يجي في اي وقت ويجي بعنف وما يستجيبش للأدوية، ويزود امتداد المرض للأنسجة المهمة زي الرئتين والقلب، ويزود من فرص الأورام في مرضى الروماتويد، ويزود الأعراض الجانبية من الأدوية، ويخلي الأدوية ما تشتغلش وتكلفة العلاج تزيد و وآخر دراسة بتقول إن لو واحد وقف التدخين نشاط المرض بينزل ل 50% أوتوماتيك لوحده، وبالتالي أنت بتشغل أدوية زيادة. طب ده بطل إزاي؟ قال لي الدين علمنا إن في ترغيب وفي ترهيب، أنا مش قادر بالترغيب فعمدت للترهيب. انا خوفت نفسي. خوف نفسه ازاي؟ خوف نفسه بانه كان يزور المستشفيات ويبص على المرضى اللي على اجهزه التنفس الصناعي، ويبدا يفتكر المرضى قرايبه اللي عملوا عمليات قلب واللي قعدوا في جهاز التنفس الصناعي ايام الكورونا، وافتكر ايام الكورونا اللي هو اصيب بيها، وخاف من ربه وبدا يسترجع مذكره الناس اللي توفوا وطريقة الوفاة بتاعتهم وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وخايف ان يكون اخر حاجة عاملها هي السيجارة فيقابل ربه في المحشر وهو ماسك سيجارة. تخيلوا. تالت حاجة ودي كان ليا دور فيها الحقيقة، ان انا كنت بقوله ان الدراسات بتقول ان السيجارة الواحدة بتأثر العمر 10 دقايق، وطبعا اللي عملها الامريكان الاعمار بيد الله، على اساس ان هم شركات التأمين تدفع تعويض للمدخنين. فلو حسبت كده انت بتشرب علبة سجاير في اليوم، 20 في 10 ادي 200 دقيقة. 200 دقيقة يعني كام ساعة؟ 3 ساعات 4 ساعات اسروا من عمرك. فممكن يبقى في حد محتاجك من الحبايب، الزوجة، الأب، الأم، الولاد، وانت مش موجود. بعرف أمريكا طبعا وعرف الأمريكان، لأن ربنا سبحانه وتعالى بمعصيتك خلى أجلك يبقى قريب. اللي مش قادر إنه يحصل على مساعدة طبية، وفي إعداد دلوقتي لتبطيل التدخين، ومش عايز يكلف نفسه في استخدام بدائل السجاير، ومش عايز يروح لدكتور باطني يساعده في تبطيل التدخين، يرهب نفسه، يخوف نفسه. واللي بيخوف نفسه ويخاف من ربه، ربنا سبحانه وتعالى بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى بيساعده. ودمتم سالمين.